العجوز الخارف بتاع أمريكا قال من يومين إن حكومة نتنياهو لازم تتغير. خناقة يلا يابا. الراجل ده شئنا أم أبينا هو أكتر إنسان مؤثر على الكوكب، مش عشان مهاراته وقدراته القيادية لا سمح الله، لكن لأنه بيملك أكبر قوة حربية وسياسية في العالم، القوة اللي اتبنت بفلوس الدول اللي نهبتها أمريكا، أو زي تعبير نجيب محفوظ يدعي الزعامة وفي يده مسدس. لأول مرة من بداية الأحداث بنسمعه بينتقد حكومة إسرائيل، ده كمان اتهمهم بجريمة حرب لما قال إن في قصف عشوائي بيحصل في غزة. القانون الدولي بينص على إنه يجب على الأطراف المتحاربة احترام مبدأ الاستهداف المباشر وتجنب الهجمات اللي ممكن تسبب إصابة غير مشروعة أو تدمير للمدنيين والممتلكات المدنية. فرئيس أقوى دولة اتهم الاحتلال بجريمة حرب. بايدن حكى كمان عن محادثة بينه وبين نتنياهو، قال له فيها نتنياهو طب ما انتوا كمان قصفتوا اليابان بالقنبلة الذرية ومات فيها مدنيين كتير، فرد عليه بإنه وعشان كده بقى في قوانين بتنظم الحروب. التصريحات دي بتتناقض بشكل واضح مع احتضان أمريكا الحرفي والسياسي لزعيم الاحتلال. أمريكا هي الوحيدة اللي منعت الضغط الدولي من وقف إطلاق النار. طيب السؤال هنا، هل ده معناه إن أمريكا خلاص هتنقلب على إسرائيل؟ الحقيقة ده عمره ما هيحصل. أمريكا أصلا مستفيدة من زرع إسرائيل وسط العرب وبتتعامل معاها كأنها ولاية من ولاياتها. امال ليه الغلط ده يا عم بايدن؟ الاجابه الانتخابات. العجوز الخارف اللي ما بيقدرش يصلب طوله ده، وده مش تنمر على فكره، دي الحقيقه، داخل على انتخابات يعني متبرعين. الحكومه الامريكيه بتشترط ان فلوس الدعايه الانتخابيه تتقدم للمرشحين من متبرعين بيجتمعوا بالمرشح بتاعهم ويعقدوا صفقاتهم. تصريحات بايدن كانت مغازله واضحه للمعلنين دول اللي معظمهم يهود بطبيعه الحال، لكن فيهم برضه رجال اعمال مستنيين رد على انتهاكات اسرائيل. بالتالي بايدن خد الموقف الباهت ده، ولولا الوضع ده امريكا ما كانتش هتتزحزح عن موقفها الدموي. فده افضل موقف نقدر ناخده من بلطجيه امريكا، ان بايدن يعرب عن قلقه بخصوص قتل مدنيين فلسطينيين من اتجاه، ومن اتجاه تاني ما تراجعش عن اعلانه دعمه القوي للعمليه العسكريه الاسرائيليه، ومن اتجاه ثالث يعيط على مدنيين اوكرانيا البيض اللي اتقتلوا في الغزو الروسي. ده مش غريب على امريكا اللي ليها تاريخ طويل ومشوه من العنصريه ومكمل في تهميش كل ما هو ليس ابيض. امريكا اللي كانت لحد اوائل القرن العشرين بتصطاد افارقه وهنود حمر واشخاص من ثقافات مختلفه واي حد ساكن في مكان بعيد وتعرضهم كأنهم حيوانات في حدائق الحيوان اللي معروفة باسم هيومن زو. أمريكا دي اللي قامت على العنصرية والإبادة العرقية لا يمكن تقف جنب الحق. امال ليه احنا مستنيين منهم موقف؟ لان زي ما قلت لك في اول الفيديو، ده اقوى انسان على الكوكب بالقوه اللي في ايده، ومخوف كل زعماء العالم ما عدا شويه كده بيعتبرهم مريقين زي ابطال اليمن مثلا. القوه الحربيه فضل العالم يتهم المسلمين انهم نشروا بها الاسلام، والعرب انهم بيحبوا العنف، وفضلنا احنا نبعد عننا تهمه العنف واستخدام القوه ونبين لهم قد ايه احنا كيوت وعندنا مبادئ انسانيه زي بتاعتهم. كل ده في الوقت اللي هم اعدوا لنا القوه ورباط الخيل عشان يرهبونا بيها ويخلونا دلوقتي في عرض تصريح من رئيس امريكا يدعو فيه لوقف اطلاق النار. فالحقيقه انا مش شايف ان من الحكمه ننتظر موقف انساني من دول ما بتهتمش غير بجمع القوى الاقتصاديه والحربيه، واخر حاجه بتفكر فيها هي الانسان. وحتى لو غيروا رايهم خليك متاكد انه بيصب في مصلحتهم او مصلحتك، لان في النهايه اللي في ايده القوه لا يمكن يعطف على الضعيف الا اذا هو هيستفيد.